Aí ele caiu na lata dele, foi falando, achava que ia ser fácil. E deu no que deu. بيقول ان هو في البرازيل المجتمع بتاعه الشباب في واحد من اصحابه اتكلم معاه واغراه عرفه على الشخص اللي هو اسمه أليكس. Ele entra na cabeça da pessoa, passa o tempo, jamais queria fazer isso. Mas entra tão bem, você fica pelo dinheiro e você não mede as consequências. اللي حضرتك هو طبعا لما اتكلموا معاه واغروه بالفلوس فهو ما فكرش في اغراء الفلوس، كان قوي بالنسبه له. عرضوا عليه كام بقى؟ Quanto dinheiro ofereceram para fazer isso? 3 mil reais, 12 mil. O dólar deve dar uns 3.700, 6.700. $3,700. Mas nem droga, ele falou que não tinha negócio. Falou que eram uns comprimidos, mas já desconfiava que era negocinho, que era cocaína. ما قالولوش ان هو مخدرات، ما قالولوش ان هو كوكايين، قالوا له دي حاجات مركبه هياخدها يوصلها مصر بس. Eu tenho mais certeza que era comprimido, que era esse negócio de ser Viagra, negócio de academia. Falou que se a polícia visse, não ia fazer nada. Tipo, não. ده مركب زي الفياجرا او مركبات كيميائيه. وما عندوش مخ يعني، ما عندوش دماغ. وقالوا له حتى لو البوليس شاف ده مش هيعملوا لك اي حاجه لانه حاجه طبيعيه جدا وده زي الفياجرا وكده عشان يستعملوها. Falou que é tudo legal. Falou que é meio ilícito, só que não dá nada. O máximo que eu vou fazer é ficar conversando. سالته طبعا يعني انت ازاي فكرت يعني ان هيدفع لك $3,700 عشان تيجي؟ انا عاوز اقوله يعني هو بيستخف بعقولنا ولا ايه؟ ايه حكايته؟ موجوده بشكل طبيعي جدا في ضعف الصيدليات، ما مش محتاجين نهربها. فانت قال لي لا انا ما عنديش فكره عن الشباب يعني انا عاوزه استاذ احمد يتابع معانا الصوره اللي بنعرضها تاني للساده المشاهدين. كله كده قول له يتابع معانا الصوره كده ورايه ايه في الكلام. Tú estás a ver a fotografía de cómo consiguieron a ti lá no aeropuerto, a policía, cómo consiguieron a encontrarte lá no aeropuerto. Por isso quando chegaste ao aeroporto e a polícia conseguiu ficar preso. Tu estás contente de ver isso? هتم عرضها على الشاشه الان. Gosta disso? Não, jamais queria passar por isso. Nunca passei por isso. Primeiro, sempre trabalhei, sempre estudei, mas chegando numa oferta do nada, chega lá em casa e eu não resisti. Ficava precisando de dinheiro, como todo mundo precisa de dinheiro. أنا طبعا حتى لو رجع بيا الوقت اللي ورا تاني طبعا مش هقبل حاجة زي كده لأن ما كنتش أعرف أنا محتاج فلوس عشان أدرس زي كل الشباب، وكان ده طلع جامد فاتخذ. هو جاب نفسه الفكرة، هو معترف إن هو أخطأ وإن هو مش عارف الموضوع اللي يعني بتعبر عن لسه بتشجع يقول لك أول مرة أعيط من ساعة ما جيت مصر ومن ساعة ما مسكوني. في مصر قبل كده. Tu visitaste Egipto anteriormente? nunca fez o Brasil, só Paraguai e Argentina que é do ano. أول ما خرج من البرازيل قبل كده، دي أول مرة في حياته. كل خطيبته ايه؟ Não tem? Não tem que dizer, não tem. Pra mim, eu me senti que não lixo. Eu sempre fui muito bem, agora. يقول لك قبل كده كنت ممكن أقول لها حاجات كتير دلوقتي مش قادر أقول لها أي حاجة. سيد النقيب احمد سمير جبته ازاي بقى؟ اختصار. الحمد لله بتوجيهات السيد المساعد اللي هو احمد الخولي مدير الاداره العامه بتاعت مكافحه الفضلات، وعن طريق التعاون ما بين اجهزه المكافحه معانا في الاداره واجهزه المكافحه الخارجيه ومجهود ضباط الفرع الحمد لله قدرنا ان احنا نرصد لوكاس برازيلي الجنسيه، نرصده جاي من البرازيل عن طريق الخطوط الاثيوبيه، بيجي من بلد زي اثيوبيا تحديدا اديس ابابا، بلد مش انتاج، بلد عاديه، دوله منتجه للكوكايين بالظبط كده. يعني هو بيعتقد ان الشبهات انا راحت عن طبعا بس فبيتمكن ان هو من دخول مصر هنا. الحمد لله رصدناه، نزل من الطياره تبعناه، جبناه من اول ما نزل المطار الحمد لله. انا عارف احنا الاجواء دي من الصبح لغايه دلوقتي. كنت ظابط كمان يعني سيادة العقيد نور الدين سالم ما شاء الله عليه. قدمنا طبعا الاخباريه للسلطات الجمهوريه بما ان هي بتولى قوات التفتيش،
وتمكنت الحمد لله من ضبط المتهم لوكاس ومعاه 3 كيلو كوبايه. لكن انت تحديدا عن دورك كيف متابعه الراكب حين نزول المطار، بحيث انه لو معاه شنطه ما يقدرش ما يتمكنش، لو لاحظ ان احنا بنتابعه او كده ما يسيبهاش في المطار، ده بتبقى مجهوله. فمتابعته ومراقبته كويس جدا لغايه ما نقدم الاخباريه للسلطات الجمركيه اللي بتكون بالتفتيش، ونقدمه يبقى تحت عينينا لغايه ما نقدمه للسلطات الجمركيه. نقدر نقول سيادة النقيب احمد سمير ان تم احباط خط دولي مهم جدا لتهريب الكوكايين لمصر، ولا لسه ما نقدرش نقول ده بكل صراحه عشان الناس تطمئن والشباب؟ والله يا فندم، هو مخدر الكوكايين بدا ينتشر جدا في مصر في الفتره الاخيره دي، واحنا طبعا مش اي حد بيتعاطى الكوكايين، نقدر ان هو يعني غالي الثمن، يعني الجرام تقريبا ممكن 1200 يضرب من 1200 1500. تمام. بس احنا الحمد لله يعني ان شاء الله بمجهودنا وتوفيق ربنا ان شاء الله قبل اي شيء ان احنا ان شاء الله نوقف الخط ده باذن الله، عن طريق برضه متابعه. يعني هو المفروض ان هو بيكمل بيجري يسلم حد هنا مصر، فاحنا باذن الله ربنا يوفقنا ونقدر نتمكن ان احنا نظبط الشخص الموجود في مصر او العصابه، تشكيل العصابه من الشخص. حقيقي ربنا يخليك يا فندم، شكرا جدا، ربنا يخليك. يعني عايز اقول لكم لوكاس ما حدش اتعاطف معاه، لان لوكاس كان جاي مصر يخرب عقول الشباب ويدمر شباب مصر وبنات مصر. لوكاس ما كانش جاي مصر عشان يزور مصر. احنا اي حد بيجي مصر علشان يزورنا بنحطه على راسنا، بنحطه جوه عينينا، لكن اللي يجي يخرب بلدنا مش هنتعاطف معاه. لو بكى قد البكا ده 20 مرة 100 مرة مليون مرة مش ممكن ابدا نتعاطف معاه. اما اب يفقد ابنه او بنته لا قدر الله، في نماذج كده كتير ادمنت الكوكايين، مات راح بسبب واحد زي ده جاي يعمل بيزنس هنا عشان خاطر دراسته، عشان طب ما يسلك الطريق حلال شريف. انا عاوز اساله يقول ايه الشعب المصري وشباب مصر اللي في سنه؟ Nunca é, sei lá, tem coisa pior que você ficar no país do outro lado do mundo da sua casa, sem saber defender, sem. طبعا نصيحته للشباب اللي في سنه ما يقعوش زي ما هو وقع، ما حدش يديهم بحاجة فلوس ونفس الفكرة يعني ويسلموا بسهولة. ان هو دلوقتي موجود في بلد في الاتجاه الاخر من الكرة الارضية بعيد عن بلده، ومش عارف يتكلم مع حد ويقول انتوا اول حد يكلمني حاجة افهمها ولغة افهمها. دلوقتي اول من ساعة ما جيت هنا حتى ما كنتش عارف ايه اللي هيتعمل فيا ولا ايه اللي هيجرى لي ولا اي حاجة خالص. فطبعا هو نادم وبيدعو الشباب ان هم ما يسلكوش هذا الطريق. قلنا ان هو لو جه زائد لمصر نحطه جوه عينينا، نحطه فوق اصلا، لكن لو جه خرب مصر فاحنا مش متعاطفين معاه خالص، واحنا ضده وضد اي حد يحاول ان هو يعطل المسيره الاقتصاديه في مصر ويأثر على شبابنا وعلى بناتنا وعلى اسرنا، لان اغلب شباب مصر كله رجاله وبيعتمدوا على انفسهم وبيشتغلوا كل حاجه. يبقوا شباب في الجامعه وبيشتغل في الكافيتيريا، بيشتغل في مطعم، ينزل سوق ميكروباص عشان يجيب فلوسه بالحلال. فهموا ان احنا عندنا نماذج كتير جدا كويسه في مصر. Mas falar, né? Tudo isso mesmo. ده حقيقي وهو معترف بيه، ودي غلطة لو رجع دلوقتي مش هيكررها. رسالة أخيرة لوالده ووالدته، رسالة أخيرة لخطيبته، وأنهي معاه بعد كده. بنتكلم الرسالة الوحيدة اللي بيديها لهم هو العالم. أتمنى يرجع يشوفهم تاني، وأتمنى إن هو يرجع يقابلوه في حياته تاني. Só pedir perdão. هيطلب يعني اعتذر. Perdão. أقول لهم إيه؟ perdão. Não tem. Ele sempre me deu conselhos, ser meio rebelde. Agora, eu tinha uma pena aqui.
والده دايما كان بيساعده، دايما والده كان بينصحه، دلوقتي هو مش عارف، مش لاقي كلام يقول ان هو بس طب والده يستحق منه كده؟ لا ما مفيش حد فيهم يستاهل اللي انا عملته ده. الفلوس تساوي ده. ودينيرو merecido. por $1 مليون no. غير حياتك لو رجع بيه وقت حتى ولو ادوله $1,000,000 مش هيعمل حاجة زي كده. ودي نهاية أي حد بيحاول يفكر إن هو يأثر علينا، يحاول إن هو يعطلنا، يحاول إن هو يدخل سموم في عقول بناتنا وشبابنا وولادنا، يحاول إن هو يهدم أي أسرة في مصر، جاي بقى من البرازيل، جاي من أي دولة، جاي يعني في النهاية بيكون مصيره كده. دي الرسالة اللي أنا عاوز أوصلها يا جماعة. مهما عمل أنا عن نفسي مش متعاطف معاه إطلاقا. هو كان أداة في يد المافيا العالمية.